قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف، نعم يا بنيتي. هل أنت سعيد؟ وهل أنت سعيدة يا بنيتي؟ يا سبحان الله، أتوجه إليك بسؤال فتجيبني عليه بسؤال هو نفس ذات السؤال. بنيتي، في بعض الأحيان قد يكون في السؤال جواب يغني عن كل جواب. فيلسوف، نعم يا بنيتي. أجبني من فضلك جوابا صريحا مريحا. هل أنت سعيد أم غير سعيد؟ بنيتي، السعادة شعور يستشعره الإنسان وينعم به إذا ماذا يا فيلسوف؟ إذا خلا قلبه مما يعكر صفو عيشه، أو بمعنى أكمل وأشمل، هو شعور ارتياح وإحساس رضا لا يتحقق للإنسان إلا إذا أحس من داخل نفسه بالأمن والأمان والسكينة والاطمئنان. فبما ومتى وكيف يتحقق إحساس الإنسان بالأمن والأمان والسكينة والاطمئنان؟ يتحقق للإنسان الأمن والأمان إذا تخلى عن الأنانية وحب الذات، وكف نفسه عن طلب ما ليس عنده من كماليات. نعم. وينعم قلبه بالسكينة والاطمئنان بكل عمل إيجابي مثمر يعود بالنفع أو الخير على الأهل أو على الغير. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن ألست معي في أن الإنسان يعمل الخير للغير في بعض الأحيان فلا يجد منه إلا الجحود والنكران؟ بنيتي، من يعمل الخير لذات الخير لا ينتظر جزاء ولا شكورا من الغير، بل إنه يا بنيتي بل إنه ماذا يا فيلسوف؟ بل إنه يستعذب العذاب ويستهين بالهوان من أجل تحقيق مثل عليا يؤمن بها ويعمل جاهدا على تحقيقها، فإن حققها هدأ جأشه وطاب عيشه. فيلسوف. نعم يا بنيتي. من يا ترى تراه أطيب الناس عيشا في هذه الحياة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. سأل الحجاج بن يوسف ذات يوم خريم بن سنان فقال له: ما أطيب العيش يا ابن سنان؟ 3 يا مولاي لا يطيب العيش إلا بها. فما هي يا خريم؟ الأمن والشباب والعافية. فإني رأيت الخائف لا يسعد بعيش ولا ينتفع به، ورأيت من هرم لا ينتفع بعيش، ورأيت من سقم لا ينتفع بعيش، ووالله لا أجد بعدها مزيدا لقول. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن من يا ترى تراه السعيد في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي: السعيد في هذه الحياة هو من عبد الله ربه واطمأن بالإيمان قلبه. نعم. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. أما أنا فأشهد الله أن دوام انشغالك يبيد سعادتي ويزيد حيرتي، ومع ذلك اضطر دائما أن أقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.